يا اهلا الشباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هكلمكم على كورس مهم جدا جدا من الاي يو سي، وهو اسمه البي سي تي، البروفيشنال سيرتيفايد ترينر. ناس كتير بتقول عليه التي او تي اللي هو الترينر اوف تريني، وناس كتير جدا بتقول عليه برضه تي 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 او التريبل تي اللي هو الترينر ترين ده تريني، غالبا كده بالظبط. هنا الاي يو سي بتسمي الكورس ده بي سي تي بروفيشنال سيرتيفايد ترينر. الكورس ده مهم جدا جدا للناس اللي شغالين في التعليم والتطوير اللي هو الليرنينج اند ديفلوبمنت، بعدين بقى التريننج اند ديفلوبمنت. فقررت اعمل الفيديو ده علشان خاطر اشرح لكم كل حاجه عن البي سي تي للناس المهتمين بالبي سي تي. وخلينا نبدا الفيديو. خليني كده ادخل معاكم على الكورس وشرح الكورس على طول. هو الكورس اسمه بي سي تي، اختصار لكلمة Professional Certified Trainer، المدرب المحترف المعتمد. معتمد منين؟ معتمد من الجامعة الأمريكية. اوكي، والاختصار بتاعها بيكون بي سي تي. طيب الكورس ده ليه اسماء شائعة بره، وهما اسمين. الاسم الشائع بيكون التي او تي اللي هو ترينر اوف تريني، اما الاسم اللي بعديه اللي هو التريبل تي اللي هو التي تي تي بيكون ترين ذا تريني. بس وات ايفر الاسم، هو الكونتنت واحد، يعني ليه في التدريب والتطوير والتيتشنج والحته دي. خلينا ندخل معاكم على الكورس انفو زي ما احنا متعودين وعملنا في كورس الاي سي دي ال، وزي ما احنا نعمل في الكورسز الباقيه من الاس اي في الاي يو سي. طيب التايب بتاع الكورس هنا سيرتيفيكت، هو مش كواليفيكيشن مؤهل او دبلومه او حاجه، لا هو سيرتيفيكت، شهاده يعني. طيب الديوريشن، مده الكورس بيكون 6 ويكس. طب 6 ويكس نحسبها ازاي؟ هما 60 ساعه، لان السي يوز هنا اللي احنا قلناهم قبل كده اللي هو الكونتينيوينج اديوكيشنال يونتس، الواحده ب10 ساعات، فهو هنا في 6 وحدات، ف6 في 10 ب60 ساعه. ماشي، وبيكون تحت مظله التدريس والتعليم، اوكي، او التربيه والتعليم. وتقدر تاخد الكورس في فرع التحرير او فرع نيو كايرو لو انت مقرر تاخد الكورس ان كلاس يعني. ولو انت عايز تاخده اونلاين اوكي، فيعني كلهم متاحين وكل الاماكن متاحه بالنسبه لك. خليني اخد كده البروجرام اوفر فيو. هنا بيقول لك ان السيرتيفيكت بتاعه البي سي تي will help participants to learn how to write and develop training sessions and plans, plans and materials, assess participants performance and develop and use training techniques to meet their needs. الحتة دي هي يعني نقدر نقول الزبد بتاعة الكورس. الكورس هيعلمك ازاي تعرف تكتب يعني اللي هو التريننج بلان. البلان ده بتاع التريننج ده تمشي ازاي، هعمل ايه الاول، هعمل ايه التاني، هجيب ماتيريال منين، هطور الماتيريال منين، طب هشتري ماتيريال ولا اعمل انا الماتيريال بنفسي لو انا عندي العلم ده، لو انا الاس ام اي اللي هو السبجكت ماتر اكسبرت، لو انا الحد اللي عندي الكونتنت انا اللي هجيبها ولا هشتريها ولا هدونها منين، هجيب الماتيريالز دي منين. والاداء بقى بتاع الطلبه اللي قاعدين معايا ياخدوا التريننج هيكون عامل ازاي. المفروض انا بتعلم في الكورس ان انت هاو تو مانج الاداء بتاعهم، ازاي تدير الاداء بتاع المتدربين او الحاضرين في التدريب بتاعك انت. اوكي، وبرضه هتتعلم هنا في الكورس التريننج تكنيكس بقى. انت علم كلمة تكنيكس دي متقسمة نصين، فالنص الاول تكنيكس علم الصنعة وعلم الحرفة. فعلم حرفة التريننج بقى تعرف بقى تتعلم ازاي بقى تعمل التريننج عشان خاطر تحقق النيد بتاعت الناس اللي جايين يحضروا عندك التريننج. وهنا في لفتة بيقولك ان انت لو انت اخدت البي سي تي ده هتكون انت كواليفاي، هتكون انت قادر ان انت تشتغل في as a part time instructor اللي هو part time instructor يعني محاضر بدوام جزئي في كلية التعليم المستمر. ده بعد طبعا ان انت يكون عندك in addition to other requirements qualifications and experience. لابد يكون عندك الكواليفيكيشنز المناسبة زي غالبا بتكون الايلتس وبيكون experience في المجال بتاعك. خلينا ندخل بقى على الكونتنت بتاع الكورس. احنا هنا عندنا 7 موديولز، اوكي هشرحهم لك كده موديول عشان خاطر نعرف هنتعلم ايه في السيرتيفيكت. طيب بروفيشنال سيرتيفايد ترينر، الموديول 1 الادلت ليرنينج، تعليم الكبار. هتعلم ازاي بقى تعلم الكبار مش الصغيرين، لان طبعا احنا عندنا تعليم الكبار اللي هو الاندراجوجي وتعليم الصغار هو البيداجوجي. طيب دول بيتعلموا غير ما دول بيتعلموا. اللي بيتعلم الكبير بيتعلم طيب
من الاخر هو جاي يتعلم لغرض معين، فانت هتعمل له موتيفيشن ازاي عشان خاطر يكمل معاك بقى باقي التريننج؟ فلازم تعرف الادلت ده بيتعلم ازاي، ليه طريقة تعليم معينة، فهنا هتتعلم الادلت ليرنينج. هتتعلم برضو التريننج ديزاين، ازاي تصمم التريننج ده، ادخل الدخله ازاي، استخدم انهي ابروتش، طب الابروتشز بتاع التيتشنج ايه، هتعلم كل الكلام ده. presentation and facilitation skills، مهارات التقديم والتسهيل على المتعلمين، هتعرف ازاي بقى تعمل برزنتيشن كويس، وتعرف تسهل عليهم المادة التعليمية اللي انت بتقدمها ازاي عشان تكون محاضر مهضوم كده ودمك خفيف ولذيذ شبه كده. طيب عندنا presentation methods and managing training. خلينا نقسمها presentation methods اللي هي طرق العرض وطرق التقديم بتاعتك. ابدا بايه؟ اعمل كاتشي كويستشن في الاول، ابدا باحصائيه معينه، يعني ازاي هعمل البرزنتيشن وطرق عمل البرزنتيشن بتاعي. طيب المانجنج تريننج، ازاي بقى هدير التريننج ده لو انا عندي مثلا عدد متعلمين كبير مثلا في شركه، وانت خلاص بقى اتحطيت في ظرف انك هتدرس لدول يا معلم. طيب قلت بقى ما قلتش ما ظبطتش، فخلاص هم دول اللي يقعدوا معاك وات ايفر، حتى لو العدد كبير صغير، ازاي برضو هتدير التريننج بتاعك. اوكي. طيب الحته اللي بعدها assessment of learning outcomes. احنا عندنا في الاسسمنت اختبار قبلي واختبار بعدي واختبارات ما بين اثناء عمليه التعليم. فانت الاختبار القبلي بتعمله علشان خاطر تشوف المتعلمين دولت كانوا ايه قبل ما ياخدوا التريننج بتاعك، والاختبار البعدي بتعمله عشان تعرف المتعلمين دول بقوا ايه او اتعلموا ايه بعد التريننج بتاعك. فهنا يعرفك تعمل الاسسمنتس دي ازاي للطلبه بتوعك اللي بيحضروا الكورس. طيب هنا بقى بيديك حته بيزنس كده عشان خاطر انت ممكن تكون بقى اللي هو تيتشر ومقرأتش على البيزنس او حاجه. فهنا هيقول لك return on investment in training. دايما بكلمكم انا على الحته دي سنس ان انا بدرس مانجمنت يعني وبزنس، بدرسكم عن الحته دي بتاعت ال ROI return on investment. تحسب ازاي بقى return on investment على التريننج بتاعك، تسعر ازاي امورك، هتمشي ازاي، هتعمل ايه في التريننج، حاجه كده. طيب موديول 7 بقى reflective training practice. تعرف انا تتمرن على اللي انت اتعلمته في الكورس وفي فاينل بروجكت. في الحته دي بقى ان هو بيقولك ان هو هيعمل لك بقى زي ما احنا كنا بنتكلم في الكورس بتاع الانجليش ان في 4 assignments during the course. طيب here is the same، هتعمل assignments برضو during the course عشان تاخد الدرجات اللي هم المفروض يعدوا عن 70%، اللي هو المينيمم accepted score is 70%. طيب هيعمل لك بقى اختبارات، والله يقول لك اعمل lesson plan، ايه observation tasks لو انت عملت اخدتوا حاجه فيعمل لك observation task، practical teaching practice، هتعمل بقى تطبيق تدريس عملي، والwritten reflections اللي انت بتكتبها خلال الكورس. وهنا بيقول لك ان انت الغياب بتاعك ما بيضركش انت بس، ما بيضرش الدرجات بتاعتك بس، هو بيضر الاداء بتاعك انت وانت بتتعلم. طيب learning outcomes، هنا بيقول لك هتتعلم ازاي الكبار بيتعلموا، ازاي هتصمم الخطة بتاعت التدريب وبتاعت السيشن، تمام. هتتعلم ازاي تبريزنت وتمانج التريننج بتاعك، وتأسس learning outcomes اللي هو تمتحن المتعلمين بتوعك في اللي هم اتعلموه، و reflect on training practice، ده برضو حاجة عملية. طيب نيجي نتكلم على ال requirements بتاعت الكورس. طيب هنا لازم يكون معاك شهادة البكالوريوس، يعني لازم تكون متخرج. اوكي، لازم تكون واخد ال ACPT او ال OEPT. ال ACPT اللي هو ال Standardized English Proficiency Test اتكلمنا عنه في حلقة الانجليش، والاونلاين انجلش بليسمنت تيست اللي هو ال OEPT. وتكون جايب في الاختبار، يعني في واحد فيهم سواء تعمله اونلاين او اوفلاين، تكون جايب انجلش B2A. احنا قلنا B2A اللي هو ليفل 13، ليفل 13 من 16، فلازم تكون جايب الدرجة دي في ال SAPT او ال OEPT علشان خاطر تدخل الكورس. ويقولك ان انت لو انت بتدرس في ال AUC يعني والليفل بتاعك هنا B1D اللي هو انت معديه يعني، لا ده مش هينفع، لابد يكون جايب B2A في اختبار يعني.
وطبعا هنا بتعرف تستخدم الكمبيوتر، يعني سبيشالي بقى مايكروسوفت اوفيس عشان هتكتب عليه الاساينمنتس والحاجات اللي هتتعلمها، والوورد والباوربوينت والكلام ده كله. وتعرف طبعا تستخدم الانترنت. الفيز بتاعت الكورس بتكون يعني almost 8000 جنيه لو انت تعمل برضو الاختبار، يعني 400 زيهم كام 8400. و الون داي سيرفيس تيست 5500، يعني في كل ده 5500. تمام. ولازم طبعا تكون عامل الاي سي بي تي. ومصاريف الامتحان مش هترد لو انت حتى، يعني بيديك هنت كده ان مصاريف الامتحان مش هترد حتى لو انت ما خدتش الكورس. دي كانت كل حاجة عن عايز تميل او اي التي او تي مع نفسك، عايز تميل تي 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 مع نفسك. ولكن هو في الاي يو سي هتاخد السيرتيفيكت هيكون موجود فيها ان انت you have passed the requirements of getting the certificates of achievement in professional certified trainer PCT. وحتى الناس بتكتبها على لينكد ان عندها كده في ما بين قوسين جنب اسمها PCT، او الناس اللي هي الكوتشز الكارير كوتشز بيكتبوا CCC اللي هو certified career coach يعني. بس كده. ودي كانت كل حاجة عن كورس البي سي تي في الجامعة الأمريكية للناس اللي هم عايزين بقى يبقوا ترينرز، بقى عايزين يكونوا public speakers، يعني مش public speakers قوي، خلينا اقول ان هم يعني في مجال التطوير والتعليم. في public speaking طبعا كورس او workshops معمولة في الكارير ديبارتمنت، تمام، في الاي يو سي برضو. ولكن هنا البي سي تي للناس اللي هم بيكونوا عايزين تريننج، اوكي، عايزين ياخدوا نوليدج عن التريننج، عايزين يبقوا ترينرز. فبالتالي الاي يو سي عملت البروجرام ده عشان خاطر تفل الجاب دي، وعشان خاطر الناس اللي عايزه تبقى ترينرز ياخدوا الكورس ده في الاي يو سي. وخلينا نكمل الفيديو. بتمنى ان شرح الكورس كان وافي بالنسبه لك. ولو انت عندك اي سؤال عن البي سي تي او اي سؤال عن كورس في الجامعه الامريكيه، بتمنى تكتبوا لي تحت في الكومنتس، انا برد اول ما انت بتكتب الكومنت على طول ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع. ونسيت معلش، لو سمحت ممكن تعمل سبسكرايب في الشانل ولايك للفيديو علشان اعرف كام واحد مهتم بالفكره بتاعت عباية ايدي كوتشنج. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وابشر يا صديقي.